تحية طيبة متابعينا الكرام مع هذه الفقرة الجديدة الخاصة بآخر مستجدات الكوكب قبل أول ظهور في منافسات الكأس الغالية. خاض فريق الكوكب خلال فترة التوقف عقب نهاية مرحلة الذهاب 5 مباريات ودية استعدادا للإياب وكذلك كأس العرش، حيث انتصر في مواجهتي الاتفاق ونهضة الزمامرة، وتعادل في مثلهما أمام الفريق المحمودي ويوسفية برشيد، فيما انهزم في آخر لقاء أمام رجاء بني ملال. وعقب نهاية المباريات الودية منح الطاقم التقني للاعبين راحة لمدة يومين ليستأنفوا التدريب صباح أمس الثلاثاء بإجراء الحصة التدريبية الأولى في الأسبوع استعدادا لمواجهة الكأس أمام شباب الجنوب بوجدور، فيما أجريت الحصة الثانية عشية ذات اليوم. وبخصوص الإصابات عاد اللاعب الجديد يحيى بوزيد لاستئناف التدريب رفقة المجموعة عقب استفادته من أسبوع راحة على إثر شعوره بآلام على مستوى الفخذ، فيما تواصل غياب إسماعيل رفيع الذي سيجري الفحوصات الطبية بعد تعرضه لنفس الإصابة في المواجهة الإعدادية أمام رجاء بني ملال. أما العميد أحمد جدو فقد كللت العملية الجراحية التي خضع إليها على مستوى الأنف بنجاح، وسيعود للتدريب بعد 3 أسابيع. لائحة المصابين ضمت كذلك الحارس محمد بن تومي الذي تعرض لكسر على مستوى أحد أصابع يديه، حيث سيحتاج لراحة لمدة 3 أسابيع على أن يكتفي بالمشاركة في التمارين دون لمس الكرة. وستتواصل استعدادات رفقاء الكرداد للمباراة القادمة عن دور 32 من كأس العرش، التي ستجمعهم بفريق شباب الجنوب بوجدور يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال، وذلك بحضور الجماهير، حيث ستطرح حوالي 1400 تذكرة لحضور اللقاء، على أن تعرض تلك المخصصة لجماهير الكوكب بمدينة مراكش. هذا كل ما لدينا متتبعينا الكرام، نضرب لكم موعد في فقرة أخرى، إلى اللقاء.